أهلا بكم مشاهدينا في هذا العرض الإخباري الذي يأتيكم من القناة الإلكترونية لنادي الجيش الملكي، وهذه أبرز العناوين. الزعيم يتغلب على الكوكب المراكشي في مباراة ودية خلال الأسبوع المنصرم. إثري الريف الناظوري يستسلم بميدانه أمام نادي الجيش الملكي لكرة السلة. سيدات الجيش الملكي لكرة القدم يتأهلن عن جدارة واستحقاق إلى نهائي كأس العرش الفضي. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل، والبداية بكرة القدم، حيث تمكن فريق الجيش الملكي من تحقيق الفوز على فريق الكوكب المراكشي في المباراة الودية التي جمعت بينهما بالمركز الرياضي المعمورة بنتيجة 3 أهداف لهدفين. أهداف نادي الجيش الملكي تناوب على تسجيل كل من اللاعب يوسف أنور خلال مناسبتين، بينما تكفل اللاعب عبد الحفيظ ليركي بتسجيل الهدف الثالث، فيما سجل للكوكب المراكشي كل من اللاعبين لفقيه وكذلك اللاعب الذهبي. من كرة القدم إلى عالم كرة السلة، وفي أولى مباراة بميدانه ضمن بطولة القسم الممتاز لكرة السلة استسلم فريق إثري الريف الناظوري أمام أبناء المدرب لبيب الحمراني بفارق 74 نقطة مقابل 70 في المقابلة التي دارت بينهما برسم الدورة الثانية من لقاءات القسم الممتاز، والتي حضرها جمهور غفير حج لمتابعة قمة مباريات هذا الأسبوع. فريق الجيش الملكي دخل المباراة وكله أمل من أجل تحقيق فوز أول له خلال الموسم الجديد، وذلك ما تأتى للعناصر العسكرية التي استطاعت أن تفرض نفسها فوق أرضية الميدان، مما جعلهم متفوقين في جل أشواط اللقاء وانتزاع فوز من عقر دار إثري الريف الناظوري لكرة السلة بحصة 74 مقابل 7. لحساب الجولة الرابعة من بطولة القسم الوطني الممتاز لكرة اليد، تمكن نادي الجيش الملكي من الضرب بقوة عندما حل ضيفا على الفتح الرياضي والعودة بنقاط المباراة التي تغلب فيها بحصة 26 مقابل 14 في اللقاء الذي احتضنته قاعة الرياضات الأمل بمدينة الرباط. وبهذه النتيجة يكون أبناء المدرب محمد بن راجع قد حققوا الفوز الرابع لهذا الموسم. بالعودة إلى كرة القدم، لكن هذه المرة على مستوى السيدات، إذ تمكنت إناث الجيش الملكي لكرة القدم من سحق رجاء عين حرودة ب9 أهداف للا شيء ليتأهلن بذلك إلى المشهد الختامي لكأس العرش. مباراة نصف النهائي التي دارت على أرضية ملعب بلفيدير بالرباط أكدت قوة وسيطرة العناصر العسكرية. 15 دقيقة من اللعب كانت كافية لإبراز القدرات التهديفية لعناصر نادينا وأولى الغيث من أقدام نجاة بدري الدقيقة 36، ركلة جزاء تحصلت عليها لاعبات الجيش الملكي وتمكنت من ترجمتها إلى هدف ثاني اللاعبة عزيزة الرباح. 4 دقائق بعدها ستتمكن لطيفة زرهون من تسجيل الهدف الثالث للنادي العسكري. الحصة لن تقف عند هذا الحد خلال الجولة الأولى التي شهدت في وقتها المضاف تسجيل هدف رابع من أقدام ابتسام جريدية. الجولة الثانية لم تختلف عن نظيرتها الأولى، حيث شهدت سيطرة مطلقة لسيدات الجيش الملكي اللواتي تمكن من توقيع الهدف الخامس من أقدام فاطمة الزهراء مداح في حدود الدقيقة 54، ليأتي بعدها الهدف السادس في الدقيقة 68 من توقيع اللاعبة حنان أيت الحاج. 3 دقائق بعدها ستتمكن فاطمة تاغناوت من تسجيل الهدف السابع لنادي الجيش الملكي. الدقيقة 79 هدف ثامن للنادي العسكري والمسجلة ابتسام جريدية.
مهرجان أهداف نادينا ستنهيه سميرة كشراي من خلال ضربة جزاء ترجمتها دقيقتين قبل نهاية المباراة. وعقب تأهل نادي الجيش الملكي إلى نهائي كأس العرش، القناة الإلكترونية لنادي الجيش الملكي أجرت عددا من التصريحات لنشاهد. والحمد لله على الانتصار، يعني حققنا الأهم هو التأهيل لنهائي كأس العرش اللي غالي على أي رياضي، ونتمنوا على الله يعني تكون نهايه في صالحنا. الحمد لله ربحنا اليوم ب 9-0، وما كانوش الاعطاب عندنا، ما كانوش الانذارات هذوك اللي كنا متخوفين منهم. البنات كانوا في المستوى، تنشكرهم على الاداء اللي عطاو، ونتمنوا على الله يكونوا في هذا الاداء اكثر في المقابله النهائيه، يكونوا في الموعد. المقابله كانت مزيانه بالنسبه لنا، كان هذا محك حقيقي باش ندوزوا للنهائي اللي كاين في العيون، ونتمنى ان شاء الله يدوز النهائي باحسن الاجواء ونربحوا ان شاء الله. علاش لا؟ المقابله كانت المستوى ديالها انا سورتو عجبتني الفريق الخصم اللي هو فريق فتي تيلعب في دوزيام ديفيزيون، يعني البنات كلهم شابات، وانهم ما تاخذوش ديك الخطه ديال انهم يرجعوا كلهم لا ديفونس بحال اللي كيديروا فرق اخرين ويديروا امور. بالعكس خرجوا بقاو كيلعبوا. راك شفتيو المقابله كلها من الاول حتى الاخر بواحد الحزم وبواحد هذا. انا عجبوني بزاف البنات ديالنا، خلاص ما عندي ما نقول، لان اكتسبوا واحد التجربه كبيره من جميع النواحي التقنيه وجميع النواحي، ولكن عجبوني البنات الاخرين اكثر. ما نكذبش عليك، انا هذوك البنات انكوراجي، وسورتو معاهم البنات ديالنا اللي كانوا معنا واللي كيلعبوا دابا مع عين حروده، وهذا كيدل على ان البناء كاين، خاص غير الاستمراريه في العمل. بالعودة مجددا إلى عالم كرة السلة، لكن هذه المرة على مستوى السيدات، إذ تعثرت إناث الجيش الملكي في اللقاء الذي جمعهن بإناث النادي المكناسي، وذلك برسم الجولة الأولى من الدوري المغربي الممتاز لكرة السلة، والنتيجة 77 مقابل 72 لصالح النادي المكناسي. مقابلة الجيش الملكي ضد النادي المكناسي كانت مباراة القمة بين فريقين كبيرين تمكنا من تحقيق العديد من الألقاب خلال السنوات الماضية، غير أن عامل الحظ لم يحالف سيدات الجيش الملكي خلال هذه المباراة التي تميزت بمستوى تقني وبدني وتكتيكي مرتفع من كلا الجانبين. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذا العرض الإخباري، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الزعيم يتغلب على الكوكب المراكشي في مباراة ودية جرت بين الطرفين. إثري الريف الناظوري يستسلم بميدانه أمام نادي الجيش الملكي لكرة السلة. سيدات الجيش الملكي لكرة القدم يتأهلن عن جدارة واستحقاق إلى نهائي الكأس الفضية. كما لا تنسوا مشاهدينا زيارة موقعنا الإلكتروني aisfar.ma، وكذلك صفحتنا على الفيسبوك aisfar. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.